السلام عليكم. بالفيديو ده رح نتكلم شوية عن الايفون 7 العادي. ان شاء الله كلامي هيكون مختلف عن غير كلام باقي العالم واليوتيوبرز اللي حكوا عنه. كلامي هيكون مختلف وهيكون مبشر وهيكون هيفيدك كتير كتير كتير، فبدي اياك تشاهد الفيديو للنهاية لانه هيكون الفيديو مهم جدا جدا. اذا انت حابب تشتري الايفون 7 العادي فبدي اياك تشاهده للاخير الفيديو، انه هيكون مبشر حرفيا، يعني هيفيدك جدا. يا اساطير ما بدي اذكركم كل مره، لا تنسى تحط لي لايك والتعليق حلو مثلك، ويلا خلينا نفوت بالمقطع على طول. طيب ايفون 7 بلس له حاليا نازل من 2016، نحن اليوم 2023، بس نحن ما نجي نقيم العمر، نجي نقيم اداء هذا الجهاز. هي انا عارف شو عم بدور بالك، عم تفكر ايه هاد شو بده يحكي الايفون 7 العادي علق وبيحمى وما بعرف شو. هذا التفكير كله خاطئ، سمعه من يوتيوبر بس مالك سامعه من اكثر من شخص، سامعه بس من شخص من يوتيوبر بس مالك سامعه اكثر من يوتيوبر. سعر الجهاز حاليا بين ال90 لل180 لل70 دولار، مو 90، من 80 لل70 دولار، ولكن بيقدم لنا اداء بصراحه بحسه اوقات بكل حقه شي 200 دولار يعني الصراحه. طيب نحن نيجي نقيم سعر هذا الجهاز والشغلات اللي بيدعمها بالالعاب الجيمنج. صراحه انت بين خيارين، الخيار الاول الجهاز بيعلق معك ومثل بتسمع من باقي العالم كلامهم صح، بس انه شو بيعملوا من غبائهم، كلامهم صح اليوتيوبر بتسمع منهم انه بيعلق وكذا، ايه ما اختلفنا على هذا الموضوع، انه بيحمى كمان ما اختلفنا على هذا الموضوع. هن شو بيساووا؟ بيلعبوا بالجهاز اول شي بدون مروحه وبيعلق طبيعي، يعلق ويسخن. الجو هلا صيفيه، الجو صيفيه طبيعي يعلق ويسخن ويطنطن كمان، عادي عادي كمان، يعني تاخذ جوال 70 80 دولار عادي. انت بس قيم سعره بادائه. بيدعم باللعبه الايفون 7 العادي الفرتوك HDR 30 فريم، اعطيني جهاز حقه 70 دولار بيقدم لك HDR 30 فريم، ما في. بصراحه انا وانت امبارح، مو امبارح الخميس، الاربعاء، كنت بالمدرسه تمام، فصاحبي كان معاه الايفون 7 العادي، فالمعلم غاب، فشو بيعملوا الطلاب؟ فيكونوا جايبين معاهم موبايلاتهم. هو انت عارف انه الموبايلات ممنوعه، بس المدرسه عندنا مي مفتوحه، يعني يعني شو بدي لك، حنفيه مكسوره فيشتا، انه بتضل يعني شلون بدي لك مثل الحنفيه المقطوعه ميته. فهم شو من بدك. المهم كان جايب معه الجهاز، فغاب الاستاذ لمدة ساعة. الحصة عنا اياها ساعة تقريبا، كل حصة كل مادة عنا اياها ساعة، فالاستاذ غاب، فكان رفيقي قاعد جنبي كان معه ايفون 7 العادي، فلما شفته معاه انا استغربت حبيت اني اجرب هذا الجهاز مشان اني اقدر اطلع بمقطع واحكي عنه فيه. بصراحة انا ما رح لف ودور عليكم، رح لكم من خلال تجربتي لهذا الجهاز. يعني لعبت فيه السنة، العب انا ورفيقي، هو كل مين شوط بشوط شوط بشوط، بس يعني من خلال لعبنا بالشوط وين بدون مروحة رح لكم شو صار معنا. الجهاز سخن، بس مش اي سخونة لدرجة نار، بس سخن الجهاز، وعند ما سخن فصار يهبط شوية فريمات. طب شو رح نفهم هذا الموضوع؟ اللي قال لي يا صاحبي كمان، مش رح نفهم كمان، اللي قال لي يا صاحبي قال لي يا زيد انا ساعات بلعب عليه بدون مروحة فالجهاز بيعلق شوية معي، اما ساعات بلعب قدام مروحة فالجهاز ما بيعلق معي نهائيا، وانا يعني وانا عم بلعب فيه عم باخذ 40 فريم ثابتين. بصراحة ما موجه اي لك، كنا عم نلعب لفك كمان، ارنجل ما لعبنا بس لعبنا لفك كمان، لفك بالمود الجديد واخر تحديث 2.8 مود الزومبي. قول صراحة الايفون 7 العادي يستحق الشراء مقابل سعره. فانت رحت لي يا زيد عندي مشكلة البطارية وعندي مشكلة السخونة، رح اقول لك عيني وعلى راسي، حل لك مشكلة البطارية وبعد بننتقل لمشكلة السخونة. ركز ماشي بدي البطارية تماما هو اكثر عيب بالايفون 7 العادي وبغير الايفونات، يعني الايفون 8 الايفون 8 بلس هو عيبهم بس البطارية، بجميع الايفونات عيبهم بس البطارية. مثال انت قاعد بمصر، قاعد بالعراق، قاعد باي مكان غير سوريا، فانت دائما عندك كهارب، فوضع الكهارب يعني مش هيفرق معك كتير، يعني بتحطه بتستخدم. طيب يا زيد انا قاعد بسوريا شلون بدي احطه يستخدم هذا الجهاز؟ على عيني وعلى راسي. سعره 70 دولار وتجيب معاه باور بانك ابو ال10 15 دولار. هالباور بانك حيشيلك طول النهار مع طول الليل لانه بطاريته صغيره مع الالعاب والتصوير طبعا، فلسه بتصفي معك 80 85 دولار بتكسب جهاز بيدعم باللعبه HDR 30 فريم. يا الهي ب 70 80 دولار 85 دولار HDR 30 فريم طبعا مع الباور بانك، يعني بتصفي القصه معك. الباور بانك يعني بنستخدمه اذا لانه البطاريه الايفون صغيره فبتحتاج اكيد باور بانك اذا انت خارج قطر سوريا، لانه بسوريا ما في كهرباء، فالعالم اذا معهم ايفون 7 العادي اكثر شيء بيستخدمه هو الباور بانك. فهمت علي شو؟ لما اذا انت قاعد بالاردن او بمصر فانت ما في داعي للباور بانك لانه دائما عندك كهرباء. نستنى ماني نسيانك يا حلو يا قمر، حكينا بموضوع السخونه ورح لك يا هلا. صراحه انا عم حل اكثر عيوب بالايفون هي السخونه
والبطارية، هدول عيوب بس الايفون، فانا عم حلل لك اياهم. طيب السخونة يعني رح احلل لك اياها بالمختصر المفيد. فانت اذا بدك تلعب بالايفون 7 العادي فيفضل انك تلعب قبال مروحة، ما تلعبش بدون مروحة لانه رح يسخن معك ويهبط فريمات. العب يعني باي جهاز بالشتوية ما بتعتز مروحة، بس بالصيفية بتعتز شوية مراوح. فبتمنى تطبق الخطوات قلت لك اياهم. والايفون 7 العادي متأكد انه يستحق الشراء ويستاهل الشراء من خلال تجربتي له. وبس هيك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.